نيجي بقى يا دكتور للموضوع يعني صعب جدا ومنتشر، الفايبروميالجيا. الموضوع برضو او مرض الالم دلوقتي الناس برضو متداخله ما بينه وما بين الروماتويد. صح. وكمان الناس اصلا مش عارفاه، يعني الناس بتبقى تعبانه ومش عارفه هي عندها ايه. وحضرتك حتى قلت لي وعايزين نقول الموضوع ده ان اثر على حياه منظومه حتى الزواج ورعايه الولاد، ويعني اثر عمل مشاكل مجتمعيه. فقول لنا بقى المرض والاعراض وكل حاجه. انا عاوز اقول لك انه زمان قبل ما نبتدي يعني نفهم بالظبط الموضوع بتاع الفايبروميالجيا، كان يحصل سيناريو مؤلم جدا. عيانه تعبانه، جوزها يوديها للدكتور، الدكتور يقول لها انا مش شايف، ما عندكيش حاجه، مفاصلك كويسه. انا تعبانه، جوزها يوديها لدكتور تاني، مفاصلك كويسه. في الاخر يبتدي يحصل مشاكل بالظبط. تنتهي احيانا بالطلاق. انت على طول عامله نفسك تعبانه والدكاتره بيقولوا انك سليمه. لما ابتدينا نفهم الفايبروميالجيا، وابتدينا الفايبروميالجيا دي لها اعراض مهمه جدا جدا. ان العيانه تصحى من النوم الصبح تعبانه كانها ما نامتش طول الليل، بالرغم ان هي تكون نايمه 8 ساعات. جوده النوم شكرا مش موجوده. تقوم تخش بيتها تبتدي تشتغل، مش قادره تكمل شغل ربع ساعه، وتبقى تعبانه وعاوزه تترمي على اي كرسي تستريح. ايوه. ذاكره ضبابيه، تنسى النمر، تنسى ان كان عندها ميعاد النهارده، تنسى الحاجه في المطبخ على النار، كل حاجه تنساها. القولون عندها انتفاخ، مفيش هضم، تعبانه. تروح للدكتور يقول لها القولون بتاعك تعبان، طب ناخد دواء للقولون. الحاله دي الناس بتقول عليها ارهاق عام للاسف. جسمها كله بيوجعها، ما بيفكروش. يجي حد من الولاد بيجري يخبط فيها تروح مصرخه من الوجع، جسمها كله بيوجعها. ده حقيقي. كل الحاجات دي فايبروميالجيا. عصبيه جدا، عصبيه مع الولاد الصغيرين في البيت بجنون، مش مستحمله على الولاد فعلا. مش مستحمله. لما عرفنا الفايبروميالجيا وعرفنا بقى التشخيص بتاعها، بقينا بنشخصها دلوقتي ونمنع اللبس ما بين تشخيص الفايبروميالجيا مع الروماتويد. في كثير من الاحيان الدكتور يقول للعيانه انت عندك روماتويد، خصوصا لو اشتكيت له من ايديها، لان الروماتويد بيجي في الايدين دايما بصفه مستمره في المفاصل الصغيره بتاعت الايدين. فلما يجي في الايدين فالدكتور يعمل لها تحليل الروماتويد يطلع سلبي، يقول لها انت عندك روماتويد سالب. وتاخد العلاج. والله انا بشوف عيانين بياخدوا العلاج 2 3 سنين ومفيش تحسن خالص، وهي الموضوع اساسا فايبروميالجيا. ده حقيقي يا دكتور. بس هو عامه انا بيتهيألي ان احنا لسه بادئين نعرفه قريب، فهو كان ميس دايجنوزد بقاله كتير. العيانين مشيوا سنين على ادويه عظام وادويه روماتيزم والموضوع. طب ويا دكتور العلاج مختلف فعلا؟ يعني علاج الروماتويد طبعا العلاج مختلف. انت عارفه عيانه الفايبروميالجيا لو خدت الادويه المسكنه العاديه اللي موجوده في السوق، تكون ناس بتاخدها، ايوه، ما ترتاحش. بينما لو حد تاني تعبان وخد كبسوله يرتاح. وهنا تقول لك يقولوا لها ازاي ما ارتحتيش، ده انت واخده مسكن قوي. تقول ماشي ارتحت شويه. طب يا دكتور التشخيص والتحاليل بتاعه الفايبروميالجيا ما فيش حاجه بقى احنا نبقى عارفينها من بدري، ولا بتعتمد بس على كلام العيان؟ هي دي بقى اساس المشكله. طيب إيه؟ ان ما فيش تحليل للفايبروميالجيا، ما فيش تحليل يقول ان دي فايبروميالجيا، عشان كده ما فيش اشعه تقول ان دي فايبروميالجيا. طب ممكن مثلا فعلا يبقى الراجل مش مقتنع ان هي تعبانه، هو كل حاجه. التشخيص بتاع الفايبروميالجيا كلينيكي بالظبط. لازم الدكتور هو لما بياخد يعني يفهم من العيانه مشكلتها يقدر يشخص. يا دكتور تقدر بقى تتعامل في البيت والاولاد والحياه بتمشي لما يعني تتحسن طبعا في مده كبيره، ولا بتاخد وقت؟ لا الناس قلقانه. اصل هي الفكره ايه؟ فكرة ان الناس قلقانه او تسمع كلمه مرض الالم او الفايبروميالجيا بيتخضوا. لا 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 لا، ده هو يعني بعد اول شهر علاج بتكون العيانه ابتدت تتحسن وحياتها ابتدت تتغير وابتدت تبقى هاديه وكويسه ومنتجه اكتر لا لا لا. ودي فيها برضو تعديل لنمط الحياه او اللايف ستايل موديفيكيشن على جميع كل حاجه، من اول حاجات بسيطه ممكن نقدر نعملها نهدي من الاعراض، يعني مثلا رياضه، نتمشى،
ايه اللي حضرتك تنصحنا بيه؟ بصي، الرياضه وخصوصا الايروبكس. الايروبكس بتحسن عينين الفايبرومالجيا جدا. في قانون في امريكا ان مرضى الفايبرومالجيا لازم يبقى لهم سيشنز ايروبكس وياخدوها، بيطلعوا الوقت بتاعهم يتخصم من شغلهم. لا بالظبط. يمكن الايروبكس هنا صعبه شويه، انا مش موجوده، مش متوفره يعني في كل مكان. انا بقول للعيانه بعد ما اشخصها بقول لها من فضلك الصبح لما تصحي من النوم بدري جزمه مريحه طبيه، وتنزلي تتمشي كده في الهواء الساقع الصبح لمده 20 دقيقه، 10 دقائق رايح 10 دقائق جاي، هتفرق معاكي جدا جدا جدا. محتاجين الناس تاخد الموضوع ده على يعني بجد، مش مجرد رفاهيه، حاجه بسيطه هننزل نتمشى في الهواء، ده هيفرق في النفسيه يا دكتور. طبعا يعني بيقلل الاستريس، فبالتالي بيقل اعراض المرض وشدته. ده غير بقى طبعا ان في نقطه برضو الحقيقه مش ههرب منها. ايوه. ان في كثير من الاحيان عيانين الفايبرومالجيا بيبقوا عايشين حياه فيها ضغوط جامده جدا، very stressful. يعني ست مش متوافقه مع جوزها مثلا عصبي جدا جدا، ضغط نفسي، ضغوط او العكس، او يعني عارفه الحاجات دي كلها، الضغوط النفسيه دي يعني النفسيه مهمه جدا في المرض جدا ده وفي كل الامراض عامه جدا يعني. فانا حتى بقول للعيانين غيروا نظرتكم للمشاكل اللي عندكم، بصوا للمشاكل من وجهه نظر تانية. ده حقيقي، صح يا دكتور. اه او نبص لصحتنا، ان المشاكل هتاذينا في صحتنا ومش هنعرف، مش هنحلها دلوقتي بالظبط، فعلى الاقل نهدى عشان صحتنا، عشان نعرف نكمل نشوف الدنيا يعني. طيب يا دكتور، الفايبرومايلجيا كمان، هل في، انا سمعت الموضوع ان في اكلات معينه بتزود الوجع والالم، هل انت رايحك في هم قالوا الموضوع ده من فتره الحقيقه. أيوة. لكن ما اقدرش اقول لك ان في حاجه مثبته علميا. صح، انا برضو يعني انا بقول ان الطبيعي ان احنا نقلل العادات الغذائيه الغلط دي، هتفرق معانا في كل حاجه طبعا. لكن مفيش حاجه اسمها في اكله بتزود الفايبرومايلجيا وفي اكله بتقلل. لا 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 لا، الاكل ده انا هقول لك، هرد على السؤال ده لما نتكلم على النقرس. لكن احنا لسه في الفايبرومايلجيا، وبقول لك انه يمكن من الحاجات اللي فعلا غيرت يعني الفايبرومايلجيا الحقن بتاعه الجلوكوز. حقن الجلوكوز معروف من زمان ان هو لما بيتحقن في مكان فيه الم بيعمل بلوك للاعصاب، بيهدي الاحساس بالالم. لما بتجيبي عيانه الفايبرومايلجيا وتبتدي تحددي بنفسك الاماكن النقط اللي فيها الم، وتبتدي تحقني النقط دي بمحلول جلوكوز 5%، مش حاجه. تمام. بس طبعا لازم اشراف طبعا طبيب عشان الالم بيقل، ومره ورا الثانيه الالم يقل اكتر واكتر لحد ما يختفي. دي غيرت حياه عيانين كتيره جدا عندهم فايبرومايلجيا. يعني نقدر نقول ان هو حاجه ممكن تبان صعبه ولكن حلها سهل جدا. وهي الفكره بس في التشخيص، والناس برضو ما تبقاش ماشيه في دوامه ان الحياه واخداها والكلام ده، لا تتعب تروح لدكتور، هتلاقي الموضوع بيتحل طبعا اكيد. تمام يا دكتور.